شرطة محلية ولها توابع من الصيد ونباليه وعزبة جاد والمينا القديم من الصيد القديم وعزبة المصنع وعزبة الجميع. النهاردة قوام السكان فيها 50,000 نسمة النسايمة وتوابعها. النهاردة النسايمة محرومة من شيء مهم وشريان حيوي ورئيسي، وهو طريق النسايمة من الصيد اللي بيخدم 5 محافظات، لان ال5 محافظات من المحله ومن بورسعيد ومن دمياط ومن الشرقيه بيجوا ياخدوا الاسماك من الصيد اللي احنا موجودين فيها حاليا دي الوقت. النهارده لما نقوم كمديريه الطرق تتجاهل النسايمه وابنائها والمترددين عليه، فدي مشكله كبيره. احنا اول مطلب لينا بنطلبه الطريق اللي من سنه 1990 ولم يتم رصده. ذهبنا بالشكاوى العديدة وما زالت حبيسة الأدراج عند السيد المحافظ والسيد مدير الطرق الداخلية اللي أنا كنت عنده من شهرين، وقال لي أجيب لك فلوس منين؟ شافوا اعتماد، عضو مجلس شعب يجيب لكم اعتماد من عند الوزير. طب يا ريس أنت الرئيس بتاعنا بينا بالداخلية نعمل إيه؟ الطريق نستفاد منه 5 محافظ، علما إن داخل القرية معهد أمناء شرطة الداخلية، الناس اللي هم الساهرين على حفظ وامن هذا الوطن الكبير، النهارده ما يمشوا على الطريق دوت والطريق دوت كذا وكذا وكذا. طب ليه الطريق متبدل؟ الحاجه الثانيه احنا بنامل ان مشروع ميه الشرب اللي احنا بنركبه الوقت حاليا، ومشكوره الدوله 820,000 جنيه لمشروع خط الطرد الجديد اللي ربنا يكرمه سياده المحافظ وسياده عزت الصياد مدير الهيئه امرهم بتنفيذه. احنا نأمل ان المياه توصل هنا من الصيد، لان هم وعدونا ان المياه توصل كل الاماكن المحرومه دوت. عشان الحاجه الثانيه احنا بنقول نظره من الدوله لشباب النسايمه. شباب النسايمه النهارده عندنا 76 فدان املاك دوله في دفتر 10 املاك. يعني انتوا عندكوش مركز شباب؟ لا عندنا مركز شباب. يعني احنا عايزين نستغل الفدادين دول بدل ما حد يتعدى عليهم ويصبحوا من النهارده مرتع لاي حد ان هو يستغلهم لصالحه. لا احنا عاوزين الشباب بتوع البلد يستغلوا ببناء المصانع، ببناء المساكن الشعبيه، لان الشباب النهارده عاد في سن متاخره للزواج ومش لاقي مساكن، وانت عارف الظروف الاقتصاديه، واحنا بنقول ربنا معاك يا ريس. النهارده عاوزين نستغل الارض دي. عندنا مدرسه تم تخصيصها من 2005 ولم يتم بنائها حتى الان. بنقول فين الابنيه التعليميه؟ بنقول فين وزير التعليم؟ بنقول فينك يا سياده المحافظ؟ عاوزين كل طلبات الاهالي في النسايمه دي تكتمل. عندنا مشاكل تانية وهي الاهم، عندنا استكمال سور مركز الشباب اللي على 5 أفدنة. سور مركز الشباب من 2004 تم بناء 3 جوانب لسور مركز الشباب، يتبقى جانب واحد بطول 260 متر. النهارده هل صعب على السيد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ان يعطي اشاره بدء؟ واحنا ذهبنا بالعديد من الشكاوى للسيد مدير التخطيط ومدير الاداره الهندسيه في مديريه الشباب والرياضه بالدقهليه، وكذلك السيد وكيل الوزاره، ولكن شكوانا ما زالت حبيسه.